السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة. الشخصية اللي شايفينها في الصورة تحت دي ده لاعب كرة قدم اسمه عبد المحمود ياسين أبو شريع. احفظ الاسم ده، عبد المحمود ياسين أبو شريع، من محافظة ومحلية شندي، من قرية اسمها ساردية الشقالة. عبد المحمود ده لاعب كورة كبير، كان في حقبة بدأ الكورة عام 68، بداية السبعينات والثمانينات وبداية التسعينات. عبد المحمود ده كان لاعب يعتبر اسطوره من اساطير كره القدم في السودان. والله العظيم انا بكلمك جد. شفت في الصوره ده، عبد المحمود ده اسمه در الشندي، ملقب بالخواجه. لقب الخواجه اعطوه له عشان شنو؟ كان لاعب كوره كبير، وما في لاعب في السودان كان بيقدر ينافسه. الطاهر حسيبه كان لاعب مشهور ويعتبر من اسطوره من اساطير كره القدم في السودان. سألوا طاهر حسيب عن عبد المحمود، قال لو ما في لاعب كورة في السودان أنا لعاب، لكن عبد المحمود ألعب منه. عبد المحمود ياسين ده كان لاعب بمواصفات غير متوفرة في لاعب سوداني حاليا. عبد المحمود ده تم ضمه للمنتخب الوطني ولعب مع المنتخب الوطني، لكن تركوه لظروف خاصة. عبد المحمود ياسين ده سابقت عليه أندية الغم، الهلال والمريخ والمولدة، وحتى من الولايات والسودان وكسلة ومدني جو ليضم اللاعب عبد المحمود، لكن رفض تام انه ما ينتقل لاي فريق في السودان، لانه كان بيلعب في فريق الغريه اسمه زارديه، فريق عريق وفريق كبير، كان بطل شندي وحاليا بطل شندي. مش كان زارديه فريق عريق في لعيبه كبيره، يعني ممكن الناس الرياضيين في السودان بيعرفوا فريق زارديه وبيعرفوا يعني عبد المحمود، يعني الزاملت عبد المحمود في الأندية في الفترة بتاعت السبعينات والثمانينات وبداية التسعينات. عارفين لاعب الكورة عبد المحمود ياسين الخواجة. والله يشير، شوف الفيديو ده. أي لاعب كان عندك أنت من أي مدينة في السودان، أي مدينة في السودان، شيل الصورة بتاعت الفيديو دي وديها للاعب كان بيلعب في أندية مدني، أندية قضارف، أندية بورسودان، أندية كسل، أندية السودان العامة دي، من اي ولايه. اشيل الصوره دي وديها لاعب كبير كان بيلعب في الانديه في الفتره دي، قول له يا اخي ده عبد المحمود ياسين من شندي، عبد المحمود ياسين الخواجي. شوف حيقول له عن، حيقول شنو عن اللاعب. والله عبد المحمود ده يعتبر اسطوره من اساطير كره القدم في العالم، مش في السودان. بكلمك جد لانك انت ما شفت عبد المحمود كلاعب. عبد المحمود ده كان يضربوا به المثل، يعني حتى لعيبه الغمه كانوا بغيروا من عبد المحمود كنجم. عبد المحمود رفض الهلال، رفض المريخ مرات عديده. عبد المحمود يعني لاعب، عبد المحمود استاذ، عبد المحمود يتكلم باللغه العربيه الفصحى، عبد المحمود يكتب بالسبع خطوط العربيه خطاط. عبد المحمود يعني كان مش نجم كره قدم، كان نجم في كل شيء. الخواجه كان يعتبر يعني عنوان لمدينه شندي، عنوان لمدينه شندي، عنوان بارز. محمود ياسين كان أكثر لاعب، يعني لو ما ظروف الحياة كان يكون أشهر لاعب في العالم، لكن هو رفض الحكاية بتاعت الشهرة الكبيرة، وأنه كان يعني لاعب بمواصفات قياسية. ولو ده تتأكد من كلامي ده، شيل الفيديو ده وريه زي ما قلت لك، وريه لأي شخص كان بيلعب في الفترة بتاعت السبعينات والثمانينات، ولو ده لاعب من شندي اسمه عبد المحمود الخواجة. شوف حيقول لك عنك شنو عليك الله. لما نقول لك تعال اكتب لنا في التعليقات ورينا قال لك شنو عن عبد المحمود ياسين، شوف استمتع بالكلام اللي حيقوله لك. لو عجبك الفيديو ده عليك الله ما تنسى تترحم عليه وتوفى سنة 2020، ربنا يجعله من أصحاب الجنة. وعبد المحمود يا أخي ربنا يرحمه رحمة واسعة. أترحم عليه في التعليقات. ولو عجبك المحتوى ضيف الفيديو للمفضلات واخفي علامة الزايد وخد قلب أحمر وورينا لاعبك قال لك شنو عن عبد المحمود.